قال له شوف العاصي دوك يجاوب على روحه. قال له من اليوم من الان ما تجيش تهضر معايا وما تكلمنيش. وفي الحديث قال له خليني وربي اتركني، ما تجيش تفتحني في هذا الموضوع، اترك راك كرهت لي حياتي. هذاك العابد شاف فيه قال له هكذا والله لا يغفر الله لك ابدا. استغفر الله الغفور الرحيم. قال له والله العابد يقول للعاصي والله لا يغفر الله لك ابدا. هذا بك وين تدخل في مسألة كبيرة عليه. هذه من خصائص الله، المغفرة والعذاب والجنة والنار هذه ما هي بأيدينا، هذه بيد الله عز وجل. فكان من أمر ربك لما ماتوا ربي عز وجل عفى عن ذلك العاصي وأدخله الجنة وعذب ذلك العابد.